السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايبالكم وصفة حلوة قوي من البتنجان. لو عندك بتنجان ولا هتحمريه، عشان في ناس بقى تقول لي الزيت والزيت غالي وبيشرب زيت، ولا هتحمريه ولا هتشويه. هقولك على طريقة هتاكلي صوابعك وراها، بجد حلوة جدا وحرشة ولذيذة، وانا متأكدة ان انتوا مش هتعملوه غير بالطريقة دي. تابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في اللايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. ويلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا عندي بتنجان رومي او كوبي. لقيته دبل معايا شوية كده، فقلت هعمل ايه؟ طب اعمل ايه؟ طب ليه ممكن يشرب مني زيت؟ طب اشويه في الفرن. الصراحة لا، قلت لا يا جماعة، في وصفة حلوة كده لازم اشاركها معاكم، بجد حلوة قوي. انا بعملها على طول لما بيبقى عندي ازمة في الزيت او مش عايزة احمر، بعملها وبتطلع حلوة قوي. انا جبت البتنجان وقشرته عادي خالص من القشرة السوداء، وعلى فكرة ممكن عادي تكملوا بالقشرة السوداء مفيش مشكلة، بس انا مش حابة ان الوصفة تبقى غامقة معايا، فعشان كده بشيل القشرة السوداء. بس لو انتي مش فارقة معاكي ممكن تسيبيها عادي. هبتدي ان انا اقطعها كده كاني، بصوا كاني نفس السمك بتاعه البطاطس. هقطعه زي كاني بقطع صينيه بطاطس كده، وبعد كده هقطعه بالطول، وابتدي اقطعه مكعبات صغيره كده زي ما انتوا شايفين. حابين تكبروا المكعبات عن كده مفيش مشكله، حابين تبقى بنفس الحجم كده برضو مفيش مشكله. ما شاء الله يعني، بصوا التلات بتنجانات صغننين يعني رفيعين، بس ما شاء الله هيرموا معايا، هيعملوا لي يعني طاسه محترمه. اهي، ولا بقى هنحمر ولا هنشوي، هنعمله بطريقه هيعجبكم جدا جدا. واكله اقتصاديه طبعا، احنا عارفين احنا اخر الشهر، فكلنا بندور على الوصفات الموفره الاقتصاديه اللي ما تكلفش معانا كتير، ما تكلفش معانا اصلا مش كتير ما تكلفش معانا اصلا. خلص بقى البتنجانيه دي، وهكمل باقي البتنجان وهغسله كويس جدا، انزل منه الميه الغامقه بتاعته دي، واسيبه في الميه شويه لحد ما اكمل باقي الوصفه. اهو انا كده بصوا نقعاه في ميه اهو، تمام. ممكن تديها رشه من الملح من فوق عشان بس ايه تملحيه شويه. هسيبه بقى كده، ويلا بقى نجيب طاسه او حله اللي موجود عندنا، ونبتدي نحضر باقي الوصفه بتاعتنا. الطاسه بتاعتنا كده فيها حوالي 3-4 معالق كبار من الزيت، اهو شويه صغيرين يعني مش كتير، تمام. اسيبهم يسخنوا كويس جدا، وهكون محضره معاكم بصلايه كبيره. انا عايزه بصلايه كبيره، البصل في الوصفه دي حلو قوي، تمام. فانا هجيب بصلايه كبيره كده وهخرطها صغير، واستنى لما الزيت يسخن كويس جدا يقدح معايا، وبعد كده هنزل بالبصلايه الكبيره في الزيت اهو. انا كل ده مستنيه الزيت يسخن. ادي البصلايه اهي، هاخدها بقى كده وانزل بيها، شايفين الزيت سخن ازاي اهي. وابتدي بقى اشوحها، وانزل عليها برشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود اهي. اطعم بقى طعم البصلايه بتاعتي كده بالملح والفلفل الاسود، وابتدي اقلبهم لحد ما يتبلوا معايا، انا عايزاهم يتبلوا معايا. طبعا انا عقبال ما تبتدي البصله بتدبل انا ما بفضلش واقفه جنبها كده، انا بقى بعمل الخطوات اللي بعد كده. انا هنا عايزه شويه كده من الفلفل الرومي او الفلفل الحامي، على حسب ما انتي بتحبي الحاجه حاميه ولا لا. في ولاد صغيرين فما ينفعش اعمل حاجه حاميه، او ممكن تحطي رومي مع حامي، تمام. اول بقى ما الاقي البصله بتاعتي كده خدت اللون الذهبي معايا اللي انتوا شايفينه ده، هبتدي انزل عليها بحوالي قرنين من الفلفل. انا نازله رومي على حامي الاتنين مع بعض، ولو حابه تحطي اخضر وتحطي قرن فلفل احمر يدينا كده دلع للوصفه وشكل حلو برضو مفيش مشكله. هبتدي برضو اقلب الفلفل ما بيغيبش خالص وبيدبل معايا على طول، وخصوصا ان الطاسه سخنه، والبصله كمان خلاص يعني شويه وهتحمر، تمام. بقلب بقى كده، هنزل معاهم بقى بحوالي 4 فصوص من التوم كده مدقوقين ناعم. وعلى فكرة هننزل بتوم تاني بس في اخر الوصفة، انا دلوقتي بحمره وبشم ريحته. مجرد بقى ما شميت ريحة التوم ما تصبريش عليه كتير، تعالي بقى هاتي البتنجان بتاعك وابدأي طلعيه من المية، وانزلي بيه
مع البصلة والثومة والفلفل اهو. شايفين كده اللون حلو قوي باين قوي معانا اهو. هجيب بقى البتنجان بتاعي وابتدي انزل بيه. في ناس طبعا بتحمر وبعد كده بتكمل باقي الوصفة عادي، بس انا عايزاه يبقى خفيف، مش عايزاه لو انتوا كلتوه بالليل تتعبوا وتحسوا فيه حرقان في المعدة او المعدة وجعاكوا. لا، دي بسيطة جدا وبتخلوش يحمي على الصدر بالليل، وبتخليه خفيف جدا. في نفس الوقت بيبقى طعمه في منتهى الجمال، طعمه حلو قوي. هبتدي بقى اخد البتنجان ده واقلبه بقى، اقعد اقلب كده تقلبتين تلاتة مع البصلة ومع الفلفل ومع التومة، كله يشرب من ريحة بعضه كده واشم بقى ريحته. اول ما الاقي البتنجان دبل معايا شويه، مش هستنى لما يحمر، عشان لو احمر التومه هتتحرق قوي والبصله هتحمر قوي فمش هينفع. انا بس بديله تقلبتين تلاتة كده، بدبله بخليه يدبل معايا، وفي نفس الوقت بتحس ان حجمه قل شويه. تمام اهو. بقلب بقى كويس كده اهو. شايفين شكله حتى دبل ازاي اهو. هكون بقى محضرة معاكم حوالي ممكن نقول نص كيلو من الطماطم. هتضربيهم في الخلاط كويس جدا وهتصفيهم. بصوا اهو، حتى هتحسوا ان القوام اقل والشكل اتغير. هنزل بقى بالطماطم بتاعتي كده متصفية طبعا، وطبعا اختياري هتنزلي عليهم بواحدة من المرقة، مرقة دجاج. مش حابين المرقة خلاص براحتكم خالص، متنزلوش بمرقة. تمام. انا هنزل بمرقة، وطبعا اصبري لما المرقه تدوب، وبعد كده ابدا احط الملح، عشان ما تجيش تحطي الملح بعد المرقه وتلاقي المرقه مركونه تحت، فبعد كده لما تدوب تلاقيها احدقت معاكي. اصبري لحد ما تحطي المرقه وتصبري عليها شويه كده، تاخد غلوتين المرقه تدوب معاكي. تمام. وتحطي لها فلفل اسود، مرقه وفلفل اسود وسنه ملح لو عايزه. قرب بقى ما تيجي تسبك معايا كده وخلاص البتنجان تحس ان هو دخل في السوا، انزلي عليها بمعلقه مش مليانه قوي من الصلصه. طبعا الصلصه بتدي طعم وقوام ولون حلو قوي. وهننزل معاها كمان قبل ما تطفي عليها على طول بابا حوالي 4 أو 5 فصوص من التوم برضو مدقوقين في الهون. ده بقى بيفرق سبحان الله، يعني وانتي تحمري التوم بيديكي طعم، ولما تنزلي بيه ني في الاخر كده عشان ما يلحقش طعمه يروح منه برضو بيدي طعم خطير للوصفه. طبعا دقتها حسيت ان هي محتاجه شويه ملح فضفت لها شويه ملح. ممكن كمان تضيفي شويه فلفل اسود كمان، ولو الفلفل اللي انت حاطاه حامي خلاص ما تضيفيش بقى فلفل اسود ولا حاجه. وادي التومه اهي هنزل بيها كده في اخر الوصفه كده. خلاص خلصت، ويلا بينا نغرف بقى الوصفه بتاعتنا. حلوه قوي يا جماعه. بصوا استوت ايه، شايفين البتنجان بقى ما شاء الله. معلش طبعا النور كان قاطع فانا معتمده على نور الفلاش، بس بجد حلوه قوي. جربوها هيعجبكم جدا جدا وهتاكلوا صوابعكم وراه. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.